الجزء الثاني من كاميرا كاشي باش يكون خاص بالتاكسي. فكرة التاكسي تتمثل في استدعاء شخصيات معروفة على أساس القيام بكاستينج في إحدى شركات الإنتاج. أثناء الحوار مع الضيف حول تفاصيل الدور المرشح لتقمصه، يقوم فريق العمل برفع السيارة متاعه، وهكا يلقى الضيف روحه مجبور باش ياخذ تاكسي لاسترجاع سيارته من مستودع الحجز. لكن ضيوفنا ما يعرفوش أنه التاكسي اللي تستنى فيهم محضرت لهم مفاجأة ما كانت لهمش على البال. شكاية وتنين وخلي والله نتكلم عليك معايا خويا ولده تاو يزي يا ولدي سلام نمشي نسلك غيرك كل شيء راني سنتور نوار. زوز ضحايا الاولانيين دليل مفتاحي ولطيفه القفصي، بالزهر ما عندهمش سيارة، الشيء اللي باش يخليهم مباشرة ياخذوا التاكسي. تفضل مساج وزارة النقل السلام عليكم. ولدي احنا ماشيين لافايات معلش عاش وقت على الطبيب وقلت عليك كليون هذايا لا ولدي في بالي والمواطن ربي يفضل أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري. وزارة الداخلية تعلن في بلاغ لها عن خطف رضيع صباح اليوم من أمام مستشفى الأطفال بباب سعدون على متن سيارة تاكسي من نوع بولو 7 ورقمها 2226، ورجاء من كل مواطن يلحظ شخصا بهذه الأوصاف: رجل في العقد الرابع من عمره، متوسط القامة، أسمر البشرة، خفيف الشعر، له وشم في رقبته ويده اليمنى. فالرجاء الإبلاغ عنه فورا على رقم شرطة النجدة 197 أو أقرب مركز أمن. علاش بيه؟ وجود الرضيع وتطابق مواصفات الخاطف الواردة في البلاغ مع مواصفات سائق التاكسي دخلوا الشك والخوف عند ضيوفنا. يا معايا اخواتي ومع ولد اختي نحيت البلاكه هذاك الواحد. ظهور رجال الامن وايقاف التاكسي اللي نحى البلاكه باش يخلي لطيفه ودليله يحاولوا يلفتوا انتباههم الى انه ثم امر غير طبيعي قاعد يصير داخل السياره. شكون هذا؟ ولد المدام؟ لا مش ولدي. لا الكعبة يا خويا حل. لا الكعبة يا خويا حل. مش ولدي يا ولدي. عليه علاش يا ولدي؟ ولدي عليه علاش يا ولدي؟ يا خويا يا خويا عايش عايشك نقولك يا خويا يا خويا عايش. كيفاش باش تكون ردة فعل ضيوفنا لما تواصل ملاحقة الأمن للتاكسي؟ اقعدوا معنا بعد الفاصل. عليه مش تقول له ولدي؟ مش ولدي. عليه نقول ولدي مش ولدي. سيبنا سيس روحك على روحنا. سيس حطنا برا على روحك. حطنا برا على روحك. برا على روحك. عايش ولدي عندي صغار انا عندنا صغيرات يا سحرايك. حطنا برا على روحك. هم بعدوا عليك. تنقص منا. حط عايش ولدي. نمشوا على رواحك. سيس رد بالك ما يكلمك حد. سيس ادخل هنا. حطنا برا على روحك ولدي. برا حطنا صباح هنا عايش ولدي. حطنا ما عادوش. لا مش مراد. مش مراد.
تخافش ما تخافش عندها القلب يعيش عايش ولدي عايش قلبي ودي جهزتها لك. حل الكهرباء خلي حل الكهرباء تو نكسوا تو نمشوا على رواحنا. هاي حلها برك حلها تو نمشوا على رواحنا. تو نكسوا لا ما عطيناش حتى والله لا عطيته حتى شيء والله لا جبتها بطاقة تعريف. نهبطوا برك عايش ولدي. نستعملوا انا نزيدهم قدام السبيطار. لا ما يصيرش عندنا فيه. باش نعملوا هذايا ربي. تحب ناخذه لك؟ هاي اوكي ما يسالش من غير ما تلوحوا ولا تعملوا حاجه. حط مع تواصل المطاردة وبعد ما كانوا ضيوفنا ما يخموا كيف الهروب، حاولت دليلة أنها تمنع الطفل. ما تخافش ولدي ما تخافش. قول ولدي قول بطلت. قول ولدي ولد حل الباب حل الباب خلنا نهبط. حل الباب خلنا نهبط. حل الباب عايش ولدي. حل الباب حل ما تمشيش عايش ولدي. ما تمشيش حل الباب خلنا نهبط. حل الباب عايش ولدي. مشاو عندي البيبي ما يشدوكش تهربوا بنتي وسيبني انا. سيبنا احنا وار. سيبنا وار خليهولك. مش عندك فلوس تخلص منه. تخلص من البيبي. انا هنا لا سيبنا حلو سيبنا هنا وهرب. حبس تو دقيقة نقز. حل لنا الكهرباء وهرب على روحك لما حل يجي. الكهرباء حل تو نهربوا. حل فيسع لا ما تطيشوش. ليش عمليتكم عليه سي با فري صح والله كي نموت وياه. انا نسخايل ليه مو بلانونس جد في الراديو هو قال واحد عنده شام واحد قلت انا يا وغزر سكت هو مش هنا. لا مش انا ولدي شنو بالرسمي هو ولدك احليه والله يا لا والمشكله فين خلي لي باش ننزل الطبيب على روندي ولا بالحل الطبيب قلبه سكر. نتقابلوا غدوة مع ضيوف جدد في الزلزال، بالإضافة إلى كاميرا كاش جديدة تاكسي اللي باش تشاهدوها ثلث النصف الثاني من شهر رمضان. نتكلم عليه. معايا خويا ولده